السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا حبايبي في قناة عروسة في المطبخ. النهاردة هنقدم لكم طريقة عمل تدميس الفول، وكمان هنعمل لكم معاه طاجن فول بالبيض. يا رب الحلقة تعجبكم. احنا النهاردة جايبين نوعين فول، هنوريكم الأول الفرق ما بين الفول بلدي والفول مستورد. الفول البلدي أفتح، تمنه أغلى وطعمه أحلى في الأكل، وحبايته كبيرة شوية عن الفول المستورد. زي ما احنا شايفين الفرق معانا باين. احنا النهارده هنعمل الفول بلدي. هنجيب الفول بلدي، ننقيه كويس ونغسله وهننقعه في ميه. طبعا الكميه اللي معانا ديت هتتضاعف، يعني هتكتر شويه، يعني هيبقى اكتر من كده. هنسيبه يوم، هناخده تاني يوم، هندلق المية بتاعته ونغسله كم مرة تاني. وهنجيب زي ما شايفين اهو كده الكمية معانا ضعفت ازاي. وهنجيب حلة تيفال، لان مفيش دماسة. عندك دماسة حابة تعملي فيها اعملي، مفيش هتجيبي حلة تيفال تحطي فيها الفول. وتكوني جايبة 4-5 طماطميات قوطة، وتكوني 5-6 معالق عدس اصفر ومعلقة رز. طبعا كل دوت مغسول، والعدس مغسول والرز مغسول. وهنحطهم على الفول، وهنجيب معانا ليمونتين نعصرهم بردك على الفول. وهنجيب ميه باردة عادي من الحنفية، هنغطي الفول بيها، يعني المية هتكون اكتر من الفول كده بحاجة بسيطة، بحيث ان لسه هيغلي على النار. وتقلبيهم، وهنحط الحلة على النار، يعني تاخدي بالك ان المية هتغلي علشان ما تفرش من الحلة، فلازم أن يكون في مسافة حتة كده في الحلة، متبقاش المية عالية قوي، هيغلي منك وهيدلق على البوتاجاز. زي ما احنا شايفين حطيناه وابتدأ يغلي على النار. كل ما يغلي المية هتنقص شوية. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب براد نغلي فيه المية، واول ما نلاقي المية نقصت ناخد المية المغلية، وتكون لازم مية سخنة تزودي بقى الفول، علشان لو جبت مية من الحنفية الفول هيسمر منك، فلازم تكون مية سخنة. هنفضيها على الفول، كل ما المية ما تنقص من الفول هتزودي مية سخنة. ممكن لو حابة تجيبي كنكة تحطيها على غطا الحلة، لان انتي هتكوني قافلة الحلة بالغطا، فهو الكنكة هتسخن، فانتي كل شوية تزودي بقى المية الفول من الكنكة. حابة تحطي الكنكة براحتك، حابة تجيبي البراد تمليه مية وتفضل المية السخنة برضك براحتك. وهيقعد تقريبا على النار 5-6 ساعات، يعني انت هتديله في الاول غلوتين. اول ما يبتدي ان هو خلاص يقرب يغلي غلوتين كده، هتوطي النار عليه، ولو في شياطة تحطيها تحت الحلة علشان ميلزقش منك. زي ما شايفين هو كده تقل خلاص معانا واستوى، والرز اتهرس والعدس اتهرس في الفول، وكله اتسوى خالص. اهو هنا اهو برد اهو معانا وبرد، شلناه من على النار. هنبتدي اللي احنا نعمل الطاجن، علشان الطاجن هياخد بقى طبق فول. طبعا شايفينه جميل ازاي. هناخد طبق فول من الفول اللي احنا مدمسينه، ناخد كده طبق على قد الكمية اللي تحتاجيها، وبقية الفول هنحطه بعد ما يبرد في اكياس وهنشيله في الفريزر. طبعا على قد ما انت محبة هتحطي الكيس، هتطلعي كده منه الهواء وترصي الاكياس فوق بعض في الفريزر. لما بتحتاجي تطلعي الكيس من الفريزر وتسيبيه يفك، يا اما تحطيه في الطاسة شوية مية صغيرين هيفك. علشان الطاجن معانا اهو طبق الفول، نص معلقة ملح، نص معلقة كزبرة، ربع فلفل، ربع كمون، ربع قرفة. طبعا التوابل ديت حسب الرغبة. معانا 5 بيضات، معانا زبدة، معانا 3 طماطميات، معانا 3 قوطة، ومعانا 3 فلفل، ومعانا بصلاية. هنقطع البصل صغير زي ما شايفينها معانا، وهنحط معلقتين زيت في الطاسة وهننزل بالبصل.
يعني هنقلب البصلة بس كده تقليبة، مش هنصفرها ولا حاجة، ده هي تقليبة بس كده بسيطة. وهننزل ببقية المكونات دلوقتي. هننزل طبعا الطماطم، الفلفل الاول، وبعدين الطماطم، البصلة هي معانا الاول هتاخد بس تقليبتين. هننزل الفلفل، طبعا الطاجن دوت طعمه جميل جدا وياريت تجربوه. هنقلب البصل والفلفل مع بعض. طبعا مقطعين الحاجات ديت كلها قد بعض، مقطعين البصل صغير والفلفل والطماطم طبعا مقطعينها صغير. هننزل اهو كله مع بعض، وبعدين هنبتدي نقلب الحاجة بس كده بسيطة، يعني هتاخد تشويحة بس على النار. الالوان طبعا جميله، شايفينها معانا ازاي حلوه. هنبتدي ننزل الفول اللي احنا عاملينه، طبعا حاجه معموله في البيت ونضيفه ومنقيين وغسلينه من نظافه الحاجه. هنبتدي بقى كده نقلب الفول مع البصل مع الطماطم مع الفلفل، كل دوت مع بعض. يسخنوا، وهننزل بعد كده بالتوابل. وطبعا زي ما قلنا التوابل حسب الرغبة، يعني لو مش بتحب القرفة متحطهاش، حسب الرغبة. والملح برضك هتدوقيه وهتعرفي يحتاج ملح تاني بتزودي. نزلنا بالتوابل وهنقلب بقى الفول مع التوابل يسخن بس كده كويس، وبعد كده هنبتدي نفضيه في الطاجن، بحيث برضك ان هو ما ياخدش وقت طويل في الفرن. يبقى الفول برضك سخن في الطاجن، يبقى ما يقعدش كتير. هنقلبه كويس وبعد كده نفضيه. عندك طاجن، لو ما فيش طاجن ممكن تعملي في صينية، يعني اي حاجة موجودة عندك تقدري تعملي فيها الاكلة. زي ما شايفين هو بنقلبه ابتدى يسخن. طبعا الالوان حلوة وشكله حلو ومفيد وطعمه جميل. سخن معانا، هنجيب الطاجن نحط بس فيه معلقتين زيت على الطاجن كله كده، وهنبتدي بعد كده ننزل بالفول. هنجيب بقى البيض بعد خلاص ما فضينا الفول في الطاجن. هتجيبي البيض اللي انت عايزاه، حابه تحطي بيضتين 3 يعني على حسب كام فرد هياكل. انا هنا معايا 5 بيضات هنحطهم على الطاجن. معانا هو البيض هنبتدي نحطه على الطاجن، اكسريه طبعا في طبق علشان ما يكونش فيه بيضه وحشه ولا حاجه، فتكسري بيضه في الطبق وتفضيها على الفول. توسعي لها بس كده مكان علشان ما تجيش على حرف الطاجن وتتحرق. انت بس كده توسعي لها مكان بحيث ان البيضه تكون في وسط الطاجن، وتبتدي ترش عليها شويه ملح وفلفل بس كده على البيض بس صغيرين علشان كمان ريحه البيض. هو طبعا في طبعا البصل والقوطة وكله طعمه حلو يعني وريحته هتبقى حلوة. هنبتدي نحط معلقتين الزبدة اللي كانوا معانا، الزبدة طبعا هتدي طعم، هي هتسيح دلوقتي على الفول لما تسخن، هتدي طعم حلو مع البيض وفي الطاجن، يعني بتدي طعم حلو. هندخل الطاجن الفرن وهنغطيه بأي غطا كده عندك مقاس الطاجن، غطا حلة اي حاجة كده بس مقاس الطاجن غطيه. هتلاقي بس كده شوية يعني ربع ساعة كده بس تروحي تبص عليه.
افتحي كده، جربي البيضة بسكينة او بمعلقة. افتحي البيضة لقيتيها استوت من جوه، يبقى كده الطاجن جاهز معانا. لقيت البيضة لسه نية، نزلت الصفار بتاعها، يبقى كده لا لسه شوية. فاحنا اهو زي ما شايفين اهو بنفتح البيضة، شايفين اهي معانا استوت خالص، الصفار استوى خالص، مش بينزل اصفر بتاعه ولا حاجة اهو. هي كده تبقى الطاجن جاهز للتقديم اهو. زي ما شايفين اهو البيضة استوت خالص، كده الطاجن جاهز معانا للتقديم. وياريت الطاجن يعجبكم والفول مدمس اللي احنا عملناه يعجبكم اهو، وياريت تجربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا جدا، ومش هتبطلوا تعملوه، هتعملوه على طول. وبألف هنا والشفا عليكم.